بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صفوة الخلق وحبيب الحق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. الأندلس الصغيرة طنجة بتاريخ 8 شتنبر سنة 2025 للميلاد. عنوان محاضرتي في هذه الليلة: هل في المغرب مرجعية إسلامية في ديباجة القانون الجنائي كما يدعي وزير العدل المغربي؟ فأقول وتوفيق ربي أسأله: التدليس والمغالطة والاستخفاف بالعقل المغربي بقرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي يقضي بحذف المرجعية الإسلامية من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية. قال بشأنه: سينتج التعامل بين إسرائيل والمغرب من أجل مصلحة الشعبين. يتحدث عن مصلحة المغاربة في التطبيع مع الإرهاب، في التطبيع مع قتلة الأطفال جوعا في غزة. لقد وقع على القرار وإلى جانبه وزير العدل السابق وزير الخارجية الحالي في الحكومة الإسرائيلية، وبرر وهبي حذف أي إشارة إلى المرجعية الإسلامية بأن المجتمع المغربي لا يضم مسلمين فقط. يريد أن يفهمنا أن المغرب ليس للمغاربة المسالمين فقط، بل هو أيضا للقتلة الذين هم من أصول مغربية، نعم، يساهمون في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. ما قاله وهبي مسبوق بقول للسفاح نتنياهو، قال: علينا إلغاء التشدد في غزة، وهذا سيأخذ بعض الوقت خاصة في المساجد والمدارس. وقد منعت السلطات الإسرائيلية الإنروا من ممارسة نشاطها التعليمي في القدس، فأغلقت مدارسها. ويضيف نتنياهو، يضيف السفاح: لا بد من إلغاء التشدد في البلدان العربية المسلمة، بعضها تم وبعضها قيد الإنجاز. يريد أن يفهمنا أن ما يجري من حرب للإسلام في البلاد العربية هو من تخطيط الصهاينة وتنفيذ عملائهم في بلداننا. إن الملاحظ هو عنصر التماهي بين صهاينة الشرق وصهاينة المغرب، أو صهاينة المشرق وصهاينة المغرب. صهاينة المشرق متنفذون يملكون سلطات لتنفيذ مخططاتهم، ولهم من أوراق الضغط الكثير. يحملون الحكام العرب على التطبيع، ملوحين بعصا التأديب إن لم يفعلوا، وسلاح الترهيب إن رفضوا، بينما صهاينة المغرب روبوتات وموظفون لا يعصون أمر أسيادهم. وهذا ليس موضوعي. نعم، موضوعي الآن ليس ما ذكر. أريد أن أركز على الكذب الرخيص الممارس من طرف وزير العدل المغربي الذي صدق في بلادة أن المغرب يعتمد بالفعل مرجعية إسلامية في ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية. ولسائل أن يسأل عن تطبيق عقوبة واحدة من العقوبات التي جاء بها الإسلام، سواء في القتل أو السرقة أو قطع الطريق أو الإفساد أو ما شابه. لا شيء من ذلك منذ نشأت الدول العربية الجديدة بعد سقوط الخلافة الإسلامية سنة 1924. فلا دولة عربية واحدة سودت الإسلام وطبقت قوانينه، ولا دولة عربية واحدة حكمت بالإسلام. صحيح أن المكتوب في دساتيرها هو أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، ولكنه مجرد كلام. فلا إسلام في العقوبات، ولا إسلام في تبادل المصالح، ولا إسلام في السياسة الخارجية، ولا إسلام في القوانين الجنائية. كل ذلك لا وجود له.
ومع ذلك ظلت الدساتير ولم تزل إلا قليلا منها في البلاد العربية تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. وعليه فديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية بمرجعيته الإسلامية كذب في كذب، واستخفاف بالعقل المغربي. ووزير العدل المغربي سواء وعى على ذلك أم لم يعي، ونحن لا نعرف من يستغبي من. هل وزيرنا يستغبي الصهيوني أم الصهيوني يستغبي الوزير؟ واعتقادي أن وزيرنا هو المستغبى، ذلك أن إسرائيل على لسان نتنياهو لن تسمح بإقامة دولة غير عميلة، دولة متحررة حقا غير تابعة. فنتنياهو يعي ما يقول، فهو يعرف خطرها على كيانه المغتصب وعلى مشروعهم التوسعي. الخلاصة أنه لا يوجد شيء اسمه الإسلام في ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية، مثله مثل وجود الإسلام كدين رسمي في دساتير الدول العربية، كلام يسطر في أوراق فيقرأ ثم يظل حيث هو في السطر والأسطر، فلا يسمح لأي شيء به نسمة من إسلام. كل ذلك سيزول، سيلغى من برامج التعليم ومن وسائل الإعلام الرسمية ومن مظاهر الحياة العامة، حتى يبعد المسلمين عن التطلع إلى الحكم بما أنزل الله. فقد نشطوا كثيرا وأنفقوا كثيرا ليصدوا عن سبيل الله، ولكن هيهات هيهات، فأضواؤهم لن تحجب ضوء الشمس. قال تعالى في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.